السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بيكم في قناتي شيماء أبو المجد. هنعمل مع بعض النهاردة الكشري بطريقة سهلة جدا وبسيطة، هيطلع معاكي أحلى من اللي بنشتريه من بره بمراحل بجد. اتبعوا الخطوات والطريقة والتركات وهيطلع معاكم في منتهى الجمال. طبعا كلنا خارجين من العيد زهقانين من اللحمة ومن الفتة والرقاق، يلا مع بعض نعمل الكشري. معايا هنا العدس غسلته كويس جدا وهنقعه من اول ما ابدا لحد ما اجي استخدمه. حله على النار احط فيها شويه من الزيت، احط فيها 3 فصوص من الثوم المهروس وهقلبهم مع بعض، اديهم تشويحه مع معلقه صغيره من الملح، نص معلقه صغيره من الفلفل الاسود، رشه من الشطه، احط كمان حوالي معلقه صغيره من الكزبره ودي حاجه اساسيه، احط كمان معلقه صغيره مليانه كده من الكمون واشوحهم مع بعض. مجرد ما الثوم يصفر معايا ويدبل كده مش اكتر من كده، هنزل على طول بمعلقه كبيره من الخل وعصير طماطم مضروب في الخلاط، هديهم تقليبه وهزود لهم شويه من الثوم والبصل البودر ورشه من السبع بهارات، وهحط كمان شويه من البابريكا وهقلبهم مع بعض بقى كويس جدا وهسيبهم لحد ما يتسبكوا. دقة الكشري كده مكان على طول الخلاط اللي عملت فيه عصير الطماطم، هحط 5 فصوص من الثوم المهروس، هحط حوالي معلقتين او 3 معالق من الخل، عصير نص ليمونه، هحط بقى التوابل شويه من الملح، رشه بسيطه جدا من الفلفل الاسود، هحط شويه كويسين كده حوالي نص معلقه مليانه من الكمون، هحط رشه من الشطه، وهزود عليهم حوالي كوبايه ونص من الميه المغليه وهضربهم في الخلاط كويس جدا. هتدوقيها وتحاولي تظبطيها وهتطلع معاكي احلى دقه. معايا ميه بتغلي عليها شويه من الملح، هحط عليها مكرونه، اي نوع مكرونه انت حباه، وهديها تقليبه عشان خاطر ما تلزقش مع بعض. وبعد كده اول ما تتسلق هصفيها واحط حله على النار، احط فيها شويه كده من الزيت وهنزل بالمكرونه المتصفيه واديها تشويحه كويس جدا. الخطوه دي مهمه جدا وهتفرق معاكي في المكرونه بتاعه الكشري. بعد كده بقى الشطه الزيت، معايا شويه من الزيت حوالي معلقتين، احط عليهم معلقه كبيره من الشطه وهديهم تشويحه مع بعض كده بس 5 ثانيه. وبعد كده هنزل عليهم بشويه من صلصه الطماطم اللي عملناها مع بعض ويغلوا بس دقيقة كده، وبعد كده خلاص تطفي عليها والشطة جاهزة معانا. خلي بالك عشان الخطوة دي صعبة جدا لمرضى الجهاز التنفسي واي حد عامة يعني. معايا هنا بقى شوية محترمين كده من الزيت، حوالي نص كوباية من الزيت، نزلت عليه بصل متقطع جوليان وشوية من الملح، لا هحط نشا ولا دقيق ولا اي حاجة خالص، البصل والملح وبس كده. هتقلبي فيه لحد ما ياخد اللون الذهبي الفاتح ده وتطلعيه على طول، ما تغمقيهوش عن كده عشان ما يمررش، وكده كده اول ما بتطلعيه لونه بيغمق معاكي سيكه، عشان كده بنطلعه فاتح شويه. سبت هنا شويه صغيرين كده من البصل وهزود عليهم بقى شويه من الشعريه واحمرها اكنك بتعملي رز بشعريه عادي جدا. اول ما تتحمر معاكي بالشكل ده اكون صفيت العدس وابدا ان انا اضيف العدس بتاعي واديه تشويحه مع الشعريه والبصل. وقلنا ان كميه الزيت تكون كميه كبيره عشان الرز معاكي يبقى مفلفل وكويس. هضيف عليه معلقه صغيره من الفلفل الاسود واكمل تشويح فيه، وبعد كده هبدا ان انا اضيف الرز المغسول والمتصفي كويس جدا وبرده هديهم تشويحه مع بعض لحد ما يكون خلاص الرز ما فيهوش ولا نقطه ميه. هزوده ميه مغليه اكنك بتعملي الرز العادي جدا، هيبقى كميه الميه فوق الرز بحوالي عقله من الصباع لحد ما يتشرب، توطي عليه شمعه وبس كده. طبق الكشري بتاعنا بقى حطيت شويه من المكرونه وشوية من الرز ابو عدس الجميل ده مفلفل وفي منتهى الجمال. هحط كمان شوية من الصلصة الجميلة اللي عملناها، شايفين لونها جميل ازاي، اللهم بارك. وهحط بقى شوية من الحمص. عايزة اقول لكم الطريقة دي سهلة جدا والله، ما اخدت معانا ساعة. الكشري مش بيعقد ولا اي حاجة وبيطلع معاكي في منتهى الجمال. جربوا الطريقة دي ان شاء الله تعجبكم جدا جدا. وهحط بقى الدقة والشطة الزيت دي اختياري لاي حد عايز يضيف براحته، وشوية كمان من البصل وبس كده. جربوا الطريقة دي ان شاء الله تعجبكم جدا. لو الفيديو عجبكم ما تنسوش تحطوا لايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل الفيديوهات الجديدة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.